السلام عليكم، إزيكم؟ أنا يوسف. في الفيديو ده هنتكلم على أخطاء بتدمر الإعلانات بتاعتنا تمامًا، هنكون بنتكلم فيه عن أكتر من نقطة، وطبعًا الغلط الواحد كفيل يبوّظ باقي الحاجات اللي إحنا بنقولها، لإن زي ما إحنا عارفين إحنا عشان نبيع منتج أو عشان نبيع service أو أي حاجة من الكلام ده، هي puzzle وبتكمّل بعض، ما ينفعش أقول إن أنا هاعمل فيديو جامد جدًا ولازمًا أبيع، أو هاعمل packaging جامد جدًا ولازمًا أبيع، هي puzzle وهاكمّل بعض. فنبدأ واحدة واحدة، بسم الله. أول حاجة لازمًا تخلّي عينك على الموسم، دي نقطة يعني باشوف إن هي بتفلت مننا بنسبة كبيرة جدًا، لإن إحنا بتكون عينينا على الdashboard، إحنا بنقرا أرقام فقط، طب الدنيا برّه فيها إيه، إحنا في موسم والّا مش في season والّا إحنا إيه دنيتنا ولا أي حاجة، فلازمًا تخلّي بالك، الحاجة اللي إحنا بنبيعها دلوقتي ده فعلًا وقتها؟ طيب العميل بتاعها فعلًا بيشتري في الوقت ده، والّا هو مجرد أنا عايز أبيع ومش مهم، المهم عندي الأرقام تبقى كويسة؟ فخلّيك فاكر النقطة دي، لازمًا تخلّي عينك على الseason، أنت في وقت مناسب والّا لأ؟ دي كانت النقطة الأولى. طيب النقطة التانية وهي بتكون حاجة بديهية جدًا، هي نقطة الcreatives اللي إحنا شغالين بيها. بعد إذنك اشتغل على الفيديوهات والصور وكمان الcarousel، ولو طلعت حاجة تانية تقدر تستخدمها يا ريت برضه تستخدمها. حاول على قد ما تقدر إن أنت تنوّع، إحنا دايمًا بنشوف إن إحنا نظرتنا إن الصورة دي كويسة جدًا أو الفيديو ده كويس جدًا، جدًا، بس خلّيك فاكر إن حتى نظرتنا إحنا برضه مش كاملة، فدايمًا، دايمًا اشتغل على أكتر من حاجة وعلى أكتر من نوع content مختلفين. حاجة كمان، في الcontent ذات نفسه، يعني غير الcreatives اللي أنت بتحطها أو الفيديو، الصور وهكذا، غير دول كمان ركّز على الcontent بتاعك يكون بيشتغل على أكتر من زاوية أو أكتر من angle زي ما معروف عندنا في الmedia buying. بمعنى إيه؟ زي مثلًا المنتج أو الخدمة دي بتوفّر وقت أو بتوفّر فلوس أو مثلًا خدمة جديدة، وهي بالأخص بيكون منتج جديد، حاجة trendy على سبيل المثال. يعني دايمًا، دايمًا فكّر لأكتر من زاوية إزاي تبيع من خلالها، ما تشتغلش على إن المنتج ده بالسعر الفلاني والشكل الفلاني ويالّا بينا، دايمًا حسّن عن كده أكتر. دي كانت تاني نقطة. النقطة التالتة والمهمة جدًا هي نقطة الfollow up، وفي الحتّة دي هنطوّل شوية، لإن أنا باشوف فيها حاجات مش عارف إزاي ممكن يبيع وهي لسه موجودة. بمعنى إيه؟ أول حاجة لمّا بنيجي نرُد على العميل في الmessage inbox لازمًا نرُد كمان في الكومنتات. لازم، عشان العُملا لمّا تيجي تبُص من برّه، ممكن أنت تبقى ردّيت على العميل اللي هو شافه ده من جوّه وكلّمته وكل حاجة، بس من برّه أنت مش رادد على الكومنتات، فدايمًا، دايمًا رُد على الكومنتات عشان كمان تقييم فيسبوك بالنسبة للإعلان بتاعنا. دي النقطة السهلة. النقطة الأصعب واللي بنُقع فيها كتير جدًا وهي نقطة الfollow up. دايمًا خلّيك فاكر إن الfollow up كفيل يرفع مبيعاتك بنسبة تتخطى ال30% لو ما وصلتش لل50% كمان، وده عن تجربة. طيب إيه المشكلة اللي بتحصل أو اللي أنا باشوفها حتى في أكتر من حساب؟ إن بييجي عميل بيسأل عن منتج إحنا بنبيعه أو بيسأل عن خدمة، فإحنا معانا الmoderator ربنا يكرمهم أو حتى بيكون رَد تلقائي في أوقات كتير، بنبعت له عريضة، باقول للعميل خُد، اقرا، ما توجعش دماغي. ده مش أفضل حاجة بالمرّة. ليه؟ المفروض إن العميل أنا بافهم احتياجاته كويس، عشان أشوف أنا أقدر أبيع له إزاي، أو إيه الpain point بتاعته اللي أنا هاقدر أبيع له أصلًا من خلالها. ما هو مش كل العميل عايز يشتري المنتج لنفس السبب، حتى لو كان ألم، بمعنى الكلمة، حتى لو كان ألم، مش نفس السبب اللي إحنا كلنا بنشتريه عشانه. يا يوسف هو المنتج قدّامه، التفاصيل قدّامه والوصف وكل حاجة يعتبر قدّامه، أنا مش عايز أقعد أرغي مع العميل، أقول لك تمام جدًا، مش عايز ترغي مع العميل ما فيش مشكلة، شغّل الcampaign بتاعتك conversion، ده حل كويس جدًا إن أنت تبيع من غير ما ترغي مع العميل، ممكن وأنت بتأكد عليه الorder أو حاجة زي كده تكون كلام دقيقة أو دقيقتين ما فيش أي مشكلة، لكن خلّي الcampaigns بتاعتك تكون conversion مش message. هترد عليَّ تقول لي طيب ما هو أنا عارف إن المنتج بتاعي لازمًا أتكلم مع العميل عشان أبيع له، هو عايز يسأل على تفاصيل، أقول لك أنت جاوبت بنفسك، المفروض إن أنت طالما عامل campaign message تكون فاهم إن أنت هتتكلم مع العميل، لازم تكون عارف إن أنت هتتكلم مع العميل، ترد على تفاصيله كويس ومش بعريضة بعد إذنك ولا بجريدة، حاجة، حاجة، بترد عليه عشان في الآخر تعرف إزاي تبيع له وساعتها الدنيا بتاعتك تكون كويسة. بالمناسبة يا صديقي ما تستهونش بcampaign الmessage، الcampaign دي أنا اشتغلت عليها عقارات أكتر من سنة كاملة بفضل الله. والنتايج كانت ممتازة جدًا، جدًا، طبعًا ده بفضل ربنا في الأول وفي الآخر، فما تستهونش بcampaign الmessage أبدًا. خلّيك فاكر إنه أساسي جدًا من ضمن عملية الfollow up إن أنت بتبعت للعميل بعد 3 مرات على الأقل بعد ما يردش أول مرة، بتبعت له مثلًا بعد 48 ساعة وبعدين بعد 5 أيام وليكن بعد 10 أيام أو بعد أسبوعين. والأهمية النقطة دي فيسبوك سهّل عليك أول مرحلة، فيسبوك حاليًا بعد الupdate بقى متاح إن أنت تعمل أول follow up للعميل بعد 48 ساعة automated تمامًا. لكن أنت بعد كده لازمًا تكمّل، وده الأهمية عملية الfollow up لإن فعلًا هي بترفع نسبة مبيعاتك بنسبة مش قليلة خالص. وفي أكتر من نقطة سريعة جدًا أنا شايف إن إحنا برضه خلّي بالنا منهم، مش كتير بيُقع فيها بس حبيت أذكرها من ضمن الفيديو القصير ده بالمرّة. أول حاجة
بعد إذنك الهاشتاجات انتهت، هي وال20.000 انترست اللي كنا بنرزعهم كل ده انتهى، بلاش ولا 20.000 انترست بعد إذنك ولا هاشتاجات ما لهمش لازمة. الانترست حاليًا أنا بافضّل إن هو يكون 2 ل3 4 ده بالكتير جدًا. عايز أقول لك إنك الحساب الإعلاني بتاعك لو شغال بيه كويس وفعلًا الناس بتتفاعل معاك بناءً على الcreatives والإعلانات اللي أنت عاملها، أصلًا أنت هتيجي في وقت هتشغّل من غير أي interest، وأنا باتوقع إن دي الفترة الجاية بتاعة فيسبوك وعلى معظم المنصات، هو مش مستني أنت تحط له interest عشان تقول له هات لي العميل الفلاني، هو عارف كويس العميل الفلاني هيجيبه لك إزاي، خلّيك فاكر كمان دي. حاجة كمان وهو لو أنت بتtarget segment أو فئة من الناس حجمهم قليل زي مثلًا 20.000 حتى 60.000 و70.000 دول مصنفين إن هم حجمهم قليل، هتلاقي فيسبوك في الأغلب بيكتب لك عليهم نارو اللي هو الجمهور ضيّق جدًا. دي ممكن يكون عن طريق الصفات بتاعة الجمهور اللي أنت عايزها أو الpersona بتاعتك هي بالفعل قليلة في المكان ده، أو أنت أصلًا عامل على location صغير، ده أو ده، وممكن يبقوا الاتنين مع بعض وده لو حظك أنت سيء. حاول على قد ما تقدر إن أنت ما تبقاش مخلّي الدنيا بتاعتك ضيّقة، لإن ده بيغلّي عليك التكلفة، بس برضه في استثناءات في الحتّة دي عشان ما نعممهاش. يعني في وقت إحنا مثلًا كنا شغالين على عميل سياحي، العميل ده كانت الpersona بتاعته موجودة في الغردقة وبالتحديد الألمان اللي موجودين في الغردقة. فدول لو جيت حسبتهم هم كلّهم على بعض كام ألف كده صغيّرين، فما فيش حل، مش هنقدر نجيب له ألمان من حتّة تانية دلوقتي، فده ساعتها بيكون ليه استثناء، لكن الطبيعي بتاعك إن أنت خلّي على قد ما تقدر الدنيا بتاعتك كبيرة شوية، مش كبيرة إن أنت تبقى عامل budget صغيّرة وحاطط لي فيها 10.000.000 مش ده الكبير اللي إحنا بنقول عليه، أقصد إن أنت دايمًا وازن بينهم، وعشان الحتّة دي كمان ننتقل لنقطة الbudget لحد دلوقتي، لمّا بنيجي نtest عادي خالص إن إحنا نtest budget وليكن 300 جنيه و400 جنيه، ده عادي ما فيهوش أي مشكلة، لكن لو أنت فاكر إن أنت عايز تستمر على budget زي كده مع إن أنت عايز تكبر، أنت بتصعبها على نفسك كتير جدًا، خلّيك دايمًا عندك الbalance بتاع أنا عايز أكبر قد إيه أو أبيع قد إيه وأنا باصرف قد إيه، لإن فيسبوك أنصح منّي ومنّك ومش من دلوقتي، ده من بدري جدًا، فما تتوقعش إن أنت هتدّي له 300 جنيه والّا حتى 500 جنيه وتكون عايز شوية مبيعات قد كده، ده يا صديقي مش هيحصل، وطبعًا أكيد في مشاكل أكتر من كده أو أخطاء أكتر من كده بتقابلنا برضه، بس هم دول حاليًا اللي حاضرين الحقيقة في دماغي، إن شاء الله لو لقيت حاجة تانية متكررة أو ما شابه ذلك، إن شاء الله هيكون لها فيديو، وأنت كمان لو عندك خطأ شايف إن هو بيتكرر وإحنا ما ذكرناهوش، يا ريت تكتبه لي في الكومنتات، هاكون شاكر ليك جدًا وعشان غيرنا برضه يستفاد. خلّيك فاكر الكام نقطة اللي إحنا قُلنا عليهم، وخلّيك فاكر إن النقطة الواحدة منهم كفيلة تضيّع لك كل اللي أنت مستنيه، لو thumbnail فقط مش كويسة وأنت عامل المنتج بتاعك كويس، الseason بتاعك مضبوط، كل الدنيا بتاعتك مضبوطة والthumbnail بس ما بتشدّش العميل، فللأسف هيكمّل scroll عادي خالص. لو أنت مش بتعمل متابعة مع العميل، خلّيك برضه فاكر إن الconversion ذات نفسه بيكون فيه أكتر من 50% من الناس اللي عاملة initiate check out ومش مكمّلة، أنت متخيّل؟ يعني عميل وطلب ودخل بياناته وكل حاجة initiated check out وطلع، هو في الأغلب ممكن تكون جات له حتى مكالمة تليفون خلّته يطلع دلوقتي، فدي كحملة message إن هو ما يردش عليك فيها مش مستثنية عن أي حملة conversion، العملية واحدة والعميل واحد سواء تارجته هنا أو تارجته هنا، المهم إن أنت دايمًا تعمل follow up مع العميل، وما تنساش لو عندك أي استفسار تسيبه لي في الكومنتات، إن شاء الله هنرد عليه قريب، أشوفك الفيديو الجاي، أنت لسه ما اشتركتش في القناة، مستنيك تشترك، سلام.